السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة رحت عشان اشتري طحينة، لقيت الكيلو من بتاعها عامل 200 جنيه. قلت على ايه، رحت جايبة السمسم وجبت السوداني وشوية زيت، وهنعمل مع بعض احلى طحينة موفرة في البيت. هنشوفها مع بعض دلوقتي. معانا هنا بقى، معاكي طاسة، معاكي صينية، معاكي اي حاجة. هنحط مثلا ادي كوباية سمسم، وادي التانية معانا نص كوباية سوداني. على كوبايه السمسم بتحطي معلقه واحده دقيق. في ناس ما بتحبش تحط الدقيق، تمام يعني، بس هي على كل كوبايه سمسم معلقه واحده دقيق. وناخد ده كله كده مع بعض ونرفعه على النار. يا دوب هنديهم تقليبه مع بعض، يسخنوا ويطلعوا الرطوبه اللي فيهم، وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا انا اهو على النار، ايدي فيه. احنا مش عايزينه يغير لون. عايزه تحطي سمسم ابيض حطي، بس هو المحمص هو اللي كان موجود عندي. بعت ابني يجيب لي سمسم، فالراجل عطاله محمص ما عطاهوش ابيض. هنقلبها كده لحد ما يعني تمسكي كده تلاقيها ايه، ان هي سخنت في ايدك، يبقى كده خلاص. هي يا دوب تقلبتين على النار، نطلع منها الرطوبه ويسخنوا كده مع بعض. بصي، في ريحه كده هتشميها للسمسم والسوداني مع بعض كده لما يبتدي يسخن. اول ما توصلي للريحه دي خلاص، انا كده هطفي على النار. وهنيجي بقى هنا في المطحنه بتاعتنا. عندك مطحنه، عندك كبه، عندك اللي موجود عندك. هبتدي احط كده اللي احنا عملناه ده اهو. تمام، السوداني على السمسم على الدقيق. نبتدي اللي احنا نضربه مع بعض. بصوا، بصوا بعد الطحن بقى عامل ازاي. تحسيه بقى عامل زي اشبه للعجينه كده شويه يعني. بصوا لما افضيه في الطبق، بصوا هنا اهو، ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين عامل ازاي؟ هكمل بقى الكميه كلها على كده، وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بس انا عايزاكم تشوفوا القوام عشان تعرفوا لما تيجوا تطلعوه. بصوا، شايفينه عامل ازاي؟ بقى اشبه للعجين كده في قلب بعضه كده. السمسم والسوداني طلعوا الزيوت اللي فيهم. هكمل الكميه كلها على كده ونرجع مع بعض. طيب بصوا هنا، انا خلصت الكميه كلها اهو. طحنت السمسم والسوداني كله. في الخلاط هنا حطيت نص كوبايه زيت، نص كوبايه. هضربها الاول كده، افتح لونها شويه، وبعدين ننزل بالعجين ده. ما تنزليش بالعجين على طول عشان ما يعملكيش حاجه في الخلاط بتاعك. بصوا شكل الزيت لما عطيته ضربه، بصوا لونه بقى عامل ازاي. هبتدي بقى انزل بده واحده واحده كده واضرب. واللي فاضل من الزيت بقى، سواء نحط كوبايه الا ربع، نحط كوبايه، على حسب تقل الطحينه اللي احنا عايزينها. وكل ما هتقعد كل ما هتتقل معاكي. فهنشوف الباقي من الزيت هنزل بيه زي سرسوب كده على الخليط ده. بصوا الخليط بقى عامل معانا ازاي. شايفين القوام بقى عامل ازاي. هحطه بقى وهبتدي انزل هنا. زودت ربع كوبايه زيت تاني اهي. هنزل بيها بقى والخلاط شغال، هنزل بيها سرسوب. هننزل الجوانب بالاسباتيولا كده. بصوا الخليط عامل ازاي. بصوا لونه، بصوا جماله. طبعا لو كنا عملناه بسمسم ابيض كان هيبقى افتح من كده كمان. عشان تخلي بالك، لو عملناه بسمسم ابيض كان هيبقى افتح من كده. طيب انا كده ضربتها ضربه مبرحه لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. معانا الميزان اهو. هنبتدي نصفر ونشوف احنا عملنا قد ايه طحينه. كوبايتين سمسم، ونص كوبايه سوداني، وكوبايه الا ربع زيت. كوبايه الا ربع يا جماعه، انا ما كملتش الكوبايه. احنا عملنا قريب قوي لل 400 جرام اهو. 385 او 386 جرام. معانا من كوبايتين سمسم. طبعا لو زودتي الكميه مش قادره اقول لك ما شاء الله يعني. انا شفت ناس عاملاها من 3 كوبايات سمسم وكوبايه وربع زيت وكوبايه سوداني، راميه معاهم كميه محترمه جدا. انا عملت في حدود المتاح عندي. جبت كوبايتين سمسم على نص كوبايه سوداني على معلقتين دقيق، معلقتين بالعدد دي، قلبتهم على النار، عطيتهم تسخينه كده مش تحميصه يعني، مغيروش لون ولا اي حاجه. يا دوب اللي انا ابتديت اشم ريحتهم او تمسكيهم بايدك كده تلاقيهم ان هم سخنوا.
طفيت عليهم النار، نزلت في الخلاط بنص كوبايه زيت في الاول، ضربتها شويه كده لحد ما لونها فتح، رحت نازله عليها بالمعجون بتاعنا او الخليط بقى. انت لما بتضربيه في المطحنه كده بتحسي ان هو ايه بقى زي العجين كده. نزلت بيه عليها، ونزلت بباقي الزيت، ربع كوبايه زيت او نص كوبايه زيت على حسب القوام اللي انت بتحبيه. انا كده القوام بالنسبه لي حلو قوي اهو. شايفين القوام عامل ازاي؟ بصوا الطحينه اهي، ده القوام المظبوط اللي انت لما تعملي علامه كده عليها ايه ما ترجعش معاكي تاني. ربع كوبايه زيت، نص كوبايه زيت، ضربتها بس نزلت بباقي الزيت سرسوب كده، وضربتها لحد القوام اللي انا عايزاه، وبس كده بقت معانا طحينه بيتي خام نضيفه، تقدري تعملي بيها اي حاجه. تقدري تحطي على شويه عسل، تقدري تحطيها تعملي بيها البابا غنوج، تقدري تعملي بيها سلطه الطحينه، ممكن نعمل بيها حلاوه ان شاء الله برضو هنجيب الحلاوه ان شاء الله، الحلاوه الطحينيه، ونعملها معانا في البيت برضو بامر الله من نفس الطحينه بتاعتنا او من طحينه بره برضو. كل دي طرق حلوه اقتصاديه سريعه معاكي في البيت، مش لازم ان انت تجيبي الحاجه بالغالي من بره كده. الحمد لله فيديو النهارده خلاص، اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير ان شاء الله.